شاء الله سوف يتقابل غدا بإذن الله في المباراة النهائية. النادي الأهلي بيتكون من نهلة سامح كابتن الفريق، نور ياسين مركز 3 آية الشامي، شروق فؤاد، مريم متولي، تينارا، مريم مصطفى الليبرو، والمدير الفني حمدي الصافي، والمدرب العام ياسر صلاح. فريدة العسقلاني مركز 3 المنتقلة من نادي هليوبلس إلى نادي الأهلي، نرمين المنشاوي، إنجي الشامي، آية شافعي، دانا شوقي، رنا جوهري، رحمة المهندس. أما نادي الزمالك فبيضم رانيا وجيه، رانيا خالد، هبة الله محمد، مشيرة جلال، ميادة قبيسي، ونورهان عبد اللطيف، ورندا عبدو، ودعاء محمد، ياسمين الشحات، غادة أمير، ياسمين نوح، ضحى طارق، ليبرو روان محمد، وبسنت ياسر. كابتن المدير الفني الكابتن أحمد فتحي، راشا عبد الستار مدرب عام، هشام قطب مدرب عام، سعاد محمود إسماعيل إداري الفريق. عندنا بداية الانطلاقة النادي الأهلي، عندنا شروق فؤاد على الإرسال معدة الفريق، و يعني هي اللي نقدر نقول ان هي الرأس المدبر لفريق النادي الأهلي. على الإرسال شروق، إرسال جاي في خارج الملعب، لعبة الإرسال طبعا على ياسمين الشحات. إرسال معانا دعاء لعبة منتخب ومعدة فريق نادي الزمالك، استقبال من نهلة، رفعة من شروق، ضربة من آية حمدي. عندنا في الملعب نور ياسين، لاعبة لسه 16 سنة ولكن لاعبة واعدة جدا، ضربة من رندا من خط الخلفي، استقبال وكرة بتشوطها جميلة يا نور. برضو ايضا ياسمين الشحات بتشوط كورتين ولكن نور قافله البلوك هي ونهله سامح. عدت كوره بليس ورفعه من ياسمين نوح بتشوطها، بتيجي في ايد حائط الصد وداخل الملعب. كوره متشوطه طبعا ضعيفه، بتصبح النتيجه 2 نادي الزمالك لا شيء النادي الاهلي. دعاء عبد الغني معدة الفريق، لعبة متميزة طويلة القامة، استقبال من مريم مصطفى وكرة بتتشاط من نهلة سامح ولكن في ايد حائط الصد، و3 نادي الزمالك لا شيء النادي الاهلي. دعاء عبد الغني ارسال من اعلى داخل الملعب في اعتراض، مريم مصطفى بتقول الكرة خارج الملعب ولكن الحكمة أدرى بيها، باينة جدا في الإعادة إن هي داخل الملعب. دعاء محمد حسن، دعاء عبد الغني لاعبة منتخب مصر تحت 23 سنة، إرسال بقوة، استقبال من تينارا، رفعة من شروق وكورة نور ياسين بتشوطها، وآية حمدي بتشوط كورة جميلة، وكورة بتتشاط من ياسمين الشحات في مركز 5 خارج الملعب. 1 النادي الأهلي، 4 نادي الزمالك. نهلة سامح على الإرسال كابتن الفريق، لعيبة ليها ثقل. سلم المركز 1 بتلعبوا بنقطة مباشرة، خبرة طبعا واضحة جدا، لعبته في مركز 1 على ياسمين الشحات بنقطة مباشرة. 2 النادي الأهلي، 4 نادي الزمالك. نهلة سامح على الإرسال، لعبته في مركز 1، ياسمين الشحات بتستقبل، كرة بتترفع سريعة للاعبة نورهان عبد اللطيف بتشوطها، بترجع تاني، كرة أيضا من ياسمين نوح. واضح ان ياسمين بتحط كور بلسات كتير جدا ولكن الحكم بيقول لمس شبكة على حائط الصد. 5 نادي الزمالك، 2 النادي الأهلي.
ياسمين الشحات. ارسال من اعلى، استقبال تناره، كرة بتيجي سهله، بتعدي سهله، وكرة بتشوطها رندا، ولكن حائط صد اكثر من رائع بيتكون من نور ياسين وآية حمدي الشامي. نور ياسين على الارسال، 16 سنة نور، سبايك سيرف من اعلى. ياسمين الشحات بتجيب الكرة بصعوبة، وكرة ياسمين نوح بتجيبها بصعوبة، والحكم بيقول شروق كرة شايلاها بإيد واحدة، جاية بصعوبة طبعا. محتاجين نضغط شوية. 6 نادي الزمالك، 3 النادي الأهلي. نورهان عبد اللطيف وارسال، نهلة سامح بتستقبل، وكرة بتترفع يعني منخفضة من شروق. مريم متولي ما قدرتش تعمل لها اي حاجة. مريم لعيبة عندها الارتقاء عالي، عايزة تاخد الكرة من اعلى نقطة. نورهان عبد اللطيف ارسال، استقبال من نهلة، كرة بتترفع لآية حمدي وبتيجي في حائط الصد وداخل الملعب، جت في ايد رانيا وجيه ونزلت في مركز 5. قدامنا واضحة، كورة أكثر من رائعة. آية حمدي إرسال قوي جدا، استقبال من ياسمين، وكورة بتتضرب من رندا عبده في ايد شروق وبتطلع خارج الملعب. وأول وقت مستقطع، تكنيكال تايم اوت، 8-4 لنادي الزمالك. لسه طبعا في بداية اللقاء، مفيش تركيز من كلا الفريقين، بنحاول كل واحد بيكتشف هو واقف فين والوضع ايه. واضح جدا ان نادي الزمالك بيلعب على المحترفة، ولكن تنارة استقبالها جيد، لعيبة مميزة جدا. فرقة فيها أكثر من إصابة. آية حمدي الشامي سمانة رجلها واضحة إن هي بتلعب عليها يعني بالعافية. ياسمين نوح إرسال في الشبكة، كابتن فريق نادي الزمالك ياسمين نوح، وإرسال في الشبكة. تنارة على الإرسال، برازيلية محترفة، إرسال قوي، استقبال، ورندا بتحط كورة لوب كده. تاني بنهاجم، وكورة من تنارة بتحطها في نص الملعب. رندا بتشوط كورة قوية، ولكن حائط الصد قوي. مريم متولي شاطت كورة من منتصف الملعب قوية، وكورة بتروح سهلة جدا من مركز 4 في مركز 4 لتصبح النتيجة 9 نادي الزمالك 5 النادي الأهلي. إرسال مع رندا عبده، إرسال من أعلى خارج الملعب، خارج الملعب. إرسال مع مريم متولي، 18 سنة مريم. إرسال من ياسمين، وكورة بتترفع سريع، بتتحط حائط صد. وابتدى نادي الزمالك يلعب على كور اللي هي بليس في نص الملعب، بليس في أماكن فاضية داخل الملعب، ما بيلعبش بطريقة النادي الأهلي. النادي الأهلي بيلعب فولي بقوة. رانيا وجيه، نهلة بتشوط كورة قوية، ولكن حائط صد من
دعاء محمد حسن معدة فريق نادي الزمالك جابت ايديها الشبكة واتحسبت الكرة عليها. شروق فؤاد على الارسال. ياسمين استقبلت وكرة اهي واضحة اهي، البليس واضح، بليس واضح، وشبكة اتحسبت على اللاعبة نورهان. 8 نادي الاهلي 10 نادي الزمالك. شروق فؤاد وارسال من اعلى. رندا استقبلت كوره اي كلام اترفعت. ياسمين الشحات حطت كوره بسنجل بلوك في مركز واحد، لفه بريست ايديها كده. دعاء محمد حسن على ارسال معدة الفريق. ارسال من اعلى خارج الملعب، خارج الملعب. 9 النادي الاهلي 11 نادي الزمالك. نهلة سامح على الارسال. ارسال من اعلى قوي على ياسمين. كرة طبعا جاية سهلة بترفعها. تنارة بتشوط اول كرة بقوة بتيجي في ايد حائط الصد وخارج الملعب. 10 النادي الاهلي 11 نادي الزمالك. نهلة سامح ارسال على ياسمين الشحات. ياسمين دعاء بتستقبل وياسمين بتشوط كوره من 2 في الخط خارج الملعب. حائط الصد جيد جدا. 11 تايم اوت طلبوا الكابتن احمد فتحي المدير الفني لنادي الزمالك. كان في فرق 4-5 نقاط. قدر النادي الاهلي والكابتن حمدي ان هو يصل بيه الى تعادل. قدر ان هو يقفل حائط الصد. توجيهاته كانت واضحه جدا في الاستقبال وحائط الصد، والتغطيه على حائط الصد كانت مهمه جدا. بيحطوا كور بلسات كتير من فوق حائط الصد. نهلة سامح كابتن فريق نادي الاهلي. ارسال من اعلى تستقبله ياسمين الشحات وكرة اهي زي ما احنا شايفينها بليس اهي طلعتها مريم مصطفى. وتنارة بتحط كرة من 4 وكرة مضروبة خلفي من رندا ورفع من نهلة بتعدي من تنارة وكرة مرفوعة وحائط صد من نور ياسين. بترجع الكرة تاني وحائط صد ولا اقوى ولا اجمل من تنارة ونور ياسين. كرة اتخذت بقوة من ياسمين نوح واضحة جدا. برافو يا بنات. 12-11. نهلة سامح على الارسال. لعبة الارسال على ياسمين. الكرة بتترفع لرندا من الخط الخلفي ولكن لمسة خط التلت وهي بتشوط خلفي. الحكمة حسبت عليها خطأ مباشر. نهلة سامح ارسال لعبته على الليبرو المره دي. دعاء وياسمين نوح عايزه تلعب كره على التاتش ولكن ايه حمدي مركزه اهي واضحه جدا عايزه تعملها. حطت كره بليس سهل اهو. ياسمين الشحات على الارسال. ارسال من اعلى مريم مصطفى وكوره ونور ياسين شايطه كوره بقوه من فوق ياسمين نوح ونورهان عبد اللطيف. برافو عليك يا نور. نور سبايك سيرف من اعلى. ارسال بقوه بتيجي في ايد ليبرو الفريق روان محمد وخارج الملعب. 15 النادي الاهلي 12 نادي الزمالك.
نور ياسين. سبايك سيرف من اعلى بتلعبه ياسمين الشحات، بيجيب الكوره كده سهله، ورندا بتشوط كوره تاتش في ايد حائط الصد وخارج الملعب. تعدل النتيجه 13-15. نورهان عبد اللطيف، ارسال سهل جدا بيطلع، وكرة بتشوطها آية حمدي الشامي بقوة من مركز 2 من فوق حائط الصد في نص الملعب اهي، واضحة جدا، قوة ما شاء الله عليها. لعيب لما بيبقى مركز بيقدر ان هو يجيب نقاط بسهولة جدا من خلال تركيزه. يلا ربنا يكرمنا، يلا ها. 16-13 انتهاء التكنيكال تايم اوت الثاني في النقطة 16. وعلى الارسال آية حمدي. ارسال من اعلى آية حمدي، ارسال قوي. رندا بتستقبل الكرة وبتيجي جانبية، بتعدي كرة سهلة. شروق عدت كرة، وكرة بتضربها مريم متولي، ما تقدرش تعمل لها حاجة. رانيا وجيه سنتر بلوك نادي الزمالك. آية حمدي لعبة ارسال، ياسمين الشحات استقبلته، ورندا بتشوط كورة ولكن جت في ايدها وما طلعتش. تغيير طالعه ياسمين نوح ونازله اللاعبه مياده. كان المفروض يجري تغيير اخر ولكن ما نفعش، عشان كان لازم يتقال قبل اجراء التغيير ان هما تغييرين مش تغيير واحد. ميادة على الارسال، استقبال من نهله، رافعه من تناره بتشوط كوره قويه جدا، ومريم متولي حطت كوره بسرد بلوك. كانت شروق المفروض تفنتها لتناره مره تانيه ولكن محطوطه، مريم ما تقدرش تعمل لها حاجه. 3 لاعبات طالعين حائط صد ليها. ارسال من مياده، نهله بترفع كوره، بتترفع من آية حمدي بتشوطها خارج الملعب. 16 نادي الزمالك، 17 النادي الاهلي. شيطان من الخط الخلفي. تايم اوت بيجريه كابتن حمدي الصافي المدير الفني للنادي الاهلي، بيحاول يوجه تاني هجومه. شوية تركيز يا جماعة، بنطلع 5 نقاط وبنقف وبنرجع تاني، يعني محتاجين تركيز على طول، ضغط من الأول. مش هينفع الجيم يبقى ايكوال مع نادي الزمالك، لازم تضغطي أقوى من كده. ميادة على الإرسال في الشبكة، تنارة على الإنسال، ارسال من اعلى. رندا بتستقبل استقبال اي كلام، وياسمين بتشوط، وكوره مرفوعه ارتفاعها واطي من شروق، ما تقدرش تعمل لها حاجه نهله غير انها تعديها. تكمله التغيير اهي، مشيره جلال بتنزل وبتطلع دعاء محمد حسن معدة، وكده ميادة هي اللي هترفع.
ارسال من تينارا، ياسمين بتستقبل ورندا بتشوط كوره في ايد حائط الصد وخارج الملعب. حائط الصد في النادي الاهلي طبعا لاعبات بلوكهم عالي، ولكن نادي الزمالك بيلعب على التاتش في ايده بره. رندا ارسال، تينارا بتستقبل، شروق بترفع، الكرة بتعدي بتيجي لميادة وكرة بتتحط قوية جدا، عملتها زي دوبل كده، حطت من مركز 4 في مركز 5. بيجري النادي الاهلي التغييرة. دانا لعيبة 16 سنة ايضا داخل صفوف النادي الاهلي منتخب الناشئين، نزلت مكان شروق وارسال خارج الملعب من رندا عبد. 20 النادي الاهلي، 18 نادي الزمالك. ارسال من اعلى، مريم متولي، ياسمين، وكرة بتترفع لرانيا وجيه حطتها خارج الملعب. تايم اوت بيجريه كابتن احمد فتحي المدير الفني لنادي الزمالك. واضح جدا ان احنا محتاجين نركز اكتر من كده، محتاجين ان احنا نضمن الكورة، نقلل اخطائنا داخل الملعب. مريم متولي على الارسال، ارسال قوي، روان بتستقبله وكوره ياسمين الشحات بتشوطها، عايزه تعملها على التاتش برضو، ولكن حائط الصد دانا ونور ياسين ما قدرتش تفلت منهم. مريم متولي، ياسمين بتستقبل ورافعه اول كره لمشيره وبتعدي سهله، وايضا مشيره بتشوط كره تانيه قويه، ولكن نهله سامح ونور ياسين حائط صد وكره تنزل في مركز 6 بسهوله. اهو نهله سامح، مريم متولي، استقبال وكوره بليس. خلاص احنا عرفنا ان هم هيقعدوا يبلسوا من اول الشوط، وكوره بتتشاط من ياسمين وكوره نهله سامح بتشوطها بتيجي في ايد رانيا وجيه وداخل الملعب اهي. 24 نقطة على الشوط الأول، 18. ياسمين بتشوط كورة سهلة ونور ياسين بتشوط كورة قوية، ولكن روان مركزة. مشيرة، كورة بتترفع جميلة، نهلة سامح شاطت كورة ولا أجمل ولا أروع لتنهي الشوط الأول 25-18. بصراحة تركيز من اللاعبات واضح جدا عليهم من خلال التغييرة. دانا بصراحة قدرت ان هي تقفل حائط الصد في وقت معين. الامور ابتدت تتضح قدامنا. نادي الزمالك بيلعب على ان لو لقى حائط الصد مش ضامن بيشوط الكرة في الملعب او يشوطها في التاتش في ايد البنت وعلى بره، انما النادي الاهلي عايز يلعب فولي، مش عايز يحط كور بلسات، وبيقدر ان هو يقفل حائط الصد، بيقدر ان هو يركز في حائط الصد بتاعه. نادي الزمالك لعب الشوط ده على التاتش بلوك وكور البليس. انا شايف نص ملعب نادي الزمالك لو اتضغط عليه اكتر من كده
زي الكورتين 3 اللي احنا شفناهم من مريم متولي، الامور هتختلف كتير قوي، هيبقى الماتش اسهل من كده بكتير. عندنا 4 سناتر بلوكات لعيبة مركز 3. عندنا انجي حمدي، عندنا نرمين المنشاوي، عندنا فريدة العسقلاني، عندنا نور ياسين، عندنا مريم متولي، لعيبة فعلا على مستوى عالي جدا. 5 عندهم خبرة عالية، عندهم فكر في الملعب، لعبوا في المركز ده كتير، لعبوا في منتخب مصر ومثلوا مصر افريقيا وعالميا كتير، فالامور ممكن تبقى اسهل من كده. نفس التشكيل مفيش تغيير عليه. مدير الفني لنادي الزمالك الكابتن احمد فتحي ما عملش اي تغييره الا دعاء رجعها تاني في الشوط التاني، كان طلعها في نهايه الشوط الاولاني، رجعها تاني في نفس الشوط التاني، اول الشوط التاني. عندنا النادي الاهلي ايضا في تغيير شروق فؤاد بدانا، رجعت تاني شروق، وبرضه مفيش اي تغيير داخل صفوف النادي الاهلي. دعاء محمد حسن على الارسال، معدة فريق نادي الزمالك، لاعبها رقم 10. كابتن حمدي بس عكس الخطوط بتاعته ما بين تنارة ونهلة. دعاء على الارسال، تنارة بتستقبل، نهلة بترفع لها وبتشوط كرة قوية جدا جدا. اللاين زمان بيقول انسايد والحكم الاول بيقول خارج الملعب، شيطها من فوق حائط الصد. 1 نادي الزمالك لا شيء النادي الاهلي. دعاء ارسال، مريم مصطفى بتستقبل، وتنارة بتشوط كرة قوية جدا بتيجي في ايد ياسمين نوح وخارج الملعب اهي، ما تقدرش تعمل لها حاجة. رندا بتجري عليها، اللاعبة رقم 9. شروق فؤاد على الارسال، ارسال شروق، معدة النادي الاهلي منتخبنا، ارسال من اعلى، استقبال من رندا، دعاء بترفع وكرة ياسمين نوح بتشوطها سهلة جدا في ايد حائط الصد وبتنزل داخل الملعب. 2 النادي الاهلي 1 نادي الزمالك. ارسال من اعلى، رندا استقبال، ياسمين نوح ابتدت تبلس اهو، وانجي آية حمدي بتشوط كرة قوية، ونور ياسين ايضا بتشوط كرة قوية، وكرة بترجع خارج الملعب من ياسمين وبتعتذر. 3 النادي الاهلي 1 نادي الزمالك. شروق فؤاد على الارسال، ارسال قوي، روان وكرة بتتبلس اهو. احنا اتكلمنا في موضوع البليس ده كتير، كل ما خلاص حائط الصد قافل الملعب مفيش قدامها غير انها تحط الكرة بليس اهي، ما بتعملش حاجة غير كده. يلا يا آية، تنارة بتستقبل وكرة بتتشاط قوية جدا من نور ياسين في ايد حائط الصد وداخل الملعب. نورهان ما قدرتش تاخد الكرة من نور. تنارة على الارسال، ارسال قوي
استقبال معدي، كرة معدية، وخبرة نهلة سامح حطت الكرة بسهولة، حائط صد داخل الملعب. تنارة ارسالها جيد اهو، جايه كرة بسهولة. لا يا جماعة بقى، يا جماعة الكور السهلة المتسقطة دي لازم نركز فيها، لازم نركز في الكور السهلة المتسقطة، ما ينفعش كده. نورهان عبد اللطيف على الارسال، ارسال من اعلى خارج الملعب، خارج الملعب. نور ياسين تلعب ارسال سبايك سيرف من اعلى، لاعبة مميزة جدا. سبايك سيرف، ياسمين بتستقبل، وكرة بتتحط من 4 في 4 بتجيبها نهلة، وتنارة بتشوط كرة ولا أقوى ولا أجمل من كده، من مركز 6 في مركز 5 أهي، خلفي محطوطة بقوة، لعيبة مميزة جدا. سبايك سيرف نور ياسين، كرة خارج الملعب. 4 نادي الزمالك، 7 النادي الأهلي. ياسمين نوح كابتن فريق نادي الزمالك. تنارة بتستقبل، وكرة مرفوعة لنهلة بتحطها وبترجع تاني، وكرة تاني، وكرة قوية من آية حمدي، ولكن بتتحط خارج الملعب. حطها حلوة قوي قوي، مميزة يعني. ياسمين نوح، كرة بتترفع عالية مريم، وكرة بتشوطها رندا عبده بقوة، ولكن آية حمدي الشامي خدت منها بلوك ولا أروع من كده. وأول تكنيكال تايم أوت 8 النادي الأهلي، يعني واضح جدا أهو، كور معادة، بلوك قوي جدا ما يتعملش عليه كفر. 5 نادي الزمالك. نادي الزمالك زي ما احنا شايفين اي حد هيشوط بقوة حائط الصد متصدر له، فلازم الكرة هتتحط بليس، لا اما هتتشاط في التاتش وعلى بره، انما ده مش موجود في النادي الاهلي، فمحتاجين مننا حركة كتير عشان نطلع الكور البليسات دي ونقدر نعمل منها هجوم. آية ارسال قوي، ياسمين بتستقبل، وكرة بتتحط زي ما هو شايفين اهو، دعاء بتحط بليس من نص الملعب، من نص الملعب خدت الكرة رمتها في نص الملعب الناحية التانية بليس، مش متوقعة. 6 نادي الزمالك، 8 النادي الأهلي. رندا عبده ارسال، استقبال من تنارة، ومريم متولي بتحط كورة جميلة جدا في ايد دعاء وخارج الملعب، عملتها كده بخبرة. لعيبة مميزة جدا، ربنا يحفظها. نهلة سامح، وارسال من اعلى، استقبال من روان، كرة جاية في نص الملعب بتفوش كرة قوية، ولكن حائط الصد جت في ايد حائط الصد وخارج الملعب. احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده، هيلعبوا على التاتش كتير. ياسمين الشحات شاطت كورة في ايديها وعلى بره. رانيا وجيه، مريم بتستقبل كورة جميلة، تنارة بتشوط كورة أجمل، وشبكة على دعاء اهي وهي نازلة. مريم متولي
ارسالها بقى، الكرة بتستقبلها ياسمين وخارج الملعب. برافو عليك يا مريم. 11 النادي الاهلي 7 نادي الزمالك. مريم مميزة. ارسال من مريم، استقبال اهو، وكرة محطوطة بليس، ولكن نور ياسين جابت شبكة. يا جماعة نركز شوية، نركز شوية، مش محتاجة الأخطاء الكتيرة دي. دعاء على الإرسال داخل الملعب، داخل الملعب. تسعة نادي الزمالك 11 النادي الاهلي. دعاء محمد حسن، ارسال من اعلى خارج الملعب. 12 النادي الاهلي 9 نادي الزمالك. ارسال مع شروق فؤاد معدة النادي الاهلي، ارسالها مميز. ايوه اهو، روان بتستقبل، رفعه من دعاء، وكرة بتشوطها ياسمين نوح خارج الملعب، عايزه تحطها على التاتش، ولكن حائط الصد آية حمدي ونور ياسين اذكى من كده. واول وقت مستقطع بيطلبه الكابتن احمد فتحي المدير الفني لنادي الزمالك، بيحاول ان هو يقلل الفارق. 9 نادي الزمالك 13 النادي الاهلي. النادي الاهلي واضح جدا لعب لما بيبقى فيه بلسات كتير والامور ما بتبقاش فيها كده بيرهق اللعيب. ارسال شروق فؤاد، ارسال من اعلى، ارسال جيد. روان بتستقبل، كرة مرفوعة وكرة بتشوطها ياسمين الشحات، طالعة كده واخداها زي سنتر، ولكن قدامنا نور ياسين فعلا مركزة وخدت بلوك ولا اجمل ولا اروع. ارسال تاني شروق فؤاد، كرة بتترفع وبليس محطوط، ونور خدت البلوك برضو. الكرة دي آية متشاطة، هتبتدي اهو، كور محطوطة في الايد وسهلة. كرة بتترفع تتشاط، ياسمين نوح بتجيبها، وكرة ولا اجمل ولا اروع من آية حمدي، حطتها في نص الملعب بقوة. 15 النادي الاهلي 9 نادي الزمالك. تغيير بيجريه المدير الفني كابتن احمد فتحي، بيطلع ياسمين نوح وبينزل مكانها ضحى طارق علشان حائط الصد. شروق فؤاد، ارسال قوي واستقبال ضعيف من رندا. تاني تكنيكال تايم اوت عند النقطة 16-9. شفنا ضغط الارسال مهم جدا. النادي الاهلي لما بيضغط بالارسال ما بيبقاش فيه هجمات والامور بتبقى سهلة، انما لما بنلعب ارسال وما بيبقاش فيه تركيز فيه بنقعد نصعب الامور على نفسينا. واضح جدا اداء النادي الاهلي، واضح فرق المستوى ما بين الفريقين، واضحة. محافظ يا جماعة، محافظ. شروق فؤاد، ارسال من اعلى خارج الملعب.
ياسمين الشحات. ارسال مريم مصطفى بتجيب الكوره، ونهله فعلا قتاليه قتاليه. رندا بتشوط الكوره، ديفنس ولا اجمل ولا اروع من مريم مصطفى، وكوره بتشوطها تناره من فوق حائط الصد خارج الملعب. نقطة عالية جدا ولكن خارج الملعب. ياسمين استقبال، كرة عدت، وكرة بتشاط من ضحى طارق اللي لسه نازلة، لعيبة الشولة من مركز 2 حطيتها في مركز 5، جت في صباع مريم مصطفى. يا رب خير، ولكن هي اعتقد ان هي هتكمل قتاليه. تايم اوت بيجري كابتن حمدي الصافي عشان النقطتين اللي فاتوا دولت. نادي الزمالك يعني في حته ضغط كده من عنده، لازم يطلب تايم اوت علشان يبتدي يعيد اوراقه تاني والامور تمشي ويقدر يكمل ويضغط على بقيه الشوط ان شاء الله. ياسمين الشحات، مثال من اعلى. مريم مصطفى بتستقبل وكوره، وحمدي بتشوط كوره قويه جدا بتيجي في ايد حائط الصد وداخل الملعب. ياسمين الشحات، ارسال تناره، وكرة بتترفع قوية بتشوطها جدا تنارة، بتيجي في ايد حائط الصد وبتنزل داخل الملعب. تنارة لعيبة مميزة. تنارة ارسال، روان استقبال، كرة بتترفع من ضحى بتشوطها كده بسنس، بتيجي في اخر الملعب في مركز 1. 14 نادي الزمالك، 17 النادي الاهلي. نورهان، وكرة قوية بتشوطها نور ياسين ولكن في 6، وبترجع تاني. وآية حمدي بتشوط كورة بغل في مركز 5، بتاخد ايد رندا وخارج الملعب. اهي ما تقدرش تعمل لها حاجة. نور ياسين سبايك سيرف من اعلى بقوة. ياسمين وكورة ضحى بتشوطها. ضحى واضح جدا ما بتشوطش بقوة ولكن بريست ايديها بتركن شمال ويمين. اهي في ايد حائط الصد وخارج الملعب، بتحاول عليها تنارة وما لحقتش. ضحى طارق ارسال من اعلى، تنارة بتستقبل كورة. مريم مصطفى، مريم متولي بتشوطها في ايد حائط الصد وبتنزل داخل الملعب. اهي مطلعاها بدبل بلوك. ضحى طارق استقبال من مريم مصطفى، كرة بترجع تاني. مريم متولي بتعديها، بترجع الكرة تاني. كرة بوش باص بتاخدها مريم ولكن الكرة بتتحط بليس، وكرة برضو بليس. آية برضو بتلعب معاهم، وكرة بتتشاط بقوة من آية حمدي، ترجع تاني. ورندا حاطة كرة كده بليس بتتجاب،
ونهلة بتزق كورة بوكس محطوطة مزنوقة في ايد دعاء. حائط صد من آية. برافو عليكي يعني يا مريم انت وشروق، ولكن كورة كانت جميلة جدا. رندا حطتها بليس تعدل النتيجة 17 نادي الزمالك 18 النادي الأهلي. شوية تركيز شوية تركيز. ارسال مريم، كورة بتتحط ونهلة بتشوط كورة بقوة بخبرتها بريست ايديها بتستخدمه ما شاء الله جيد جدا اهو وداخل الملعب. تغيير، تطلع شروق فؤاد وبتنزل مكانها دانا. آية حمدي وارسال قوي. ياسمين بتستقبل ورندا بتشوط كورة خارج الملعب، والحكم الاول بيقول جت تاتش في اللاعبة. انا مش شايف ان هي جت تاتش في اي حد، ولا في اللاعبة ولا في الملعب ولا في اي حد. اعتراض واضح جدا، عندهم حق يعترضوا بصراحة. الحكم التاني قال ما فيهاش حاجة. الكرة اوت سايد خارج الملعب. 20 النادي الاهلي 18 نادي الزمالك. لاين زمان قدامنا قايل اوت سايد، مش عارف هي حاسبه تاتش على مين بصراحه. نهله سامح ارسال من اعلى، استقبال اي كلام. كره بتتحط بليس، كره بتتشاط من آية حمدي، كره من رندا، كره بتتشاط قويه من تنارة، ولكن حائط الصد المكون من دعاء محمد حسن ورانيا وجيه وجابوا شبكة واضحة اهي قدامنا. بيطلب كابتن احمد فتحي مدير الفني لنادي الزمالك تايم اوت. نتيجة 21-18. لا ده قاعد بيقول انا شايف دانا حائط الصد قافله بيه اماكن كتيره جدا في الملعب. ياسمين مش عارفه تعدي ولا كوره منها ولا من مريم متولي. نهله ارسال استقبال. ياسمين بتاخد الكوره وحائط صد بكوره خارج الملعب اهو زي ما قلنا. ياسمين ودانا ومريم متولي اهو، مريم متولي ودانا وعايزه تعدي من اي حته، كوره خارج الملعب. نهله سامح ارسال قوي. روان بتستقبل، كوره بتترفع من 2 مش لحد، وكوره بتاخدها مريم متولي كده يعني ولا اجمل ولا اروع. جايه لها كده على الطبطاب راحت حطها في نص الملعب. 23 النادي الاهلي 18. نهله سامح وارسال قوي. روان بتستقبل كوره اي كلام، جايه سهله يا جماعه جايه سهله يلا. وتنارة بتشوط كوره قويه جدا في ايد دعاء وبتنزل داخل الملعب. معلش 19 نادي الزمالك 23 النادي الاهلي. رانيا وجيه، تنارة بتستقبل وبليس ولا اجمل ولا اروع من دانا بتحطه في نص الملعب، محدش عرف يعمل له حاجه. اهو جايه كرة فيرست باص على طول عملته غايه في الجمال. مريم متولي يلا يا مريم، استقبال من رندا وكوره نورهان بتحطها بليس كده ورا حائط الصد.
محتاجة شوية تركيز مننا يا جماعة النقطتين دولت. 20-24. 20-24. دعاء محمد حسن، ارسال من اعلى، استقبال من نهلة دانا، وكورة بتشوطها تنارة من اعلى نقطة خارج الملعب. 21-24. دعاء على الارسال، يلعب ارسال مريم مصطفى، وكرة بتشوطها نور ياسين قوية، وبتطلع ديفنس جامد جدا دعاء، ولكن الكرة ما كملتش لتنهي الشوط الثاني. 25-21 في لقاء النادي الاهلي ونادي الزمالك. لقاء قوي جدا اهو، كرة بتشوطها بقوة. طبعا النادي الاهلي بيلعب لقاءه ده بعد ما تغلب على نادي الشمس. نادي الشمس من فرقة قوية جدا في الدوري، تاني الدوري العام المصري، وقدر ان هو يفوز، قدر ان هو يكمل بطولة مسيرة كأس مصر حتى يصل من الأدوار البدائية إلى إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله الأمور ماشية زي الفل. نكمل إحنا بس على كده والوضع يخلص بإذن الله بسهولة. الشوط الثالث شوط مهم جدا، في تركيز من اللاعبات، في بدلاء أكفاء داخل النادي الأهلي. لسه يعني مفيش أي تغييرة في اللي موجود. أنا شايف نادي الزمالك مثبت ضحى طارق مكان ياسمين نوح في الشوط دوت. والنادي الاهلي برضو ما عملش اي تغييرات في صفوفه، الا طلع مريم متولي ونزل نرمين المنشاوي. فرصة قبل انطلاق بطولة افريقيا المقررة في شهر 4 القادم ان شاء الله باذن الله في تونس، ان الكابتن حمدي الصافي بيجرب بعض العناصر اللي موجوده عنده في اللقاءات والمباريات دي علشان استعدادا لبطوله افريقيا ان شاء الله في تونس باذن الله. بتبقى طبعا بطولات الافريقيه بتبقى بطولات قويه بيشارك فيها الفرق العديدة سواء من شمال افريقيا او من كينيا. شروق فؤاد على الارسال، ارسال من اعلى بتستقبله رندا، دعاء بترفع كورة بترفعها بيه لنورهان، ولكن نورهان ما طلتهاش، نزلت في نص الملعب. 1 النادي الاهلي لا شيء نادي الزمالك. شروق فؤاد ارسال وكوره بتستقبلها ياسمين ضعيفه جدا. 2 النادي الاهلي لا شيء نادي الزمالك.
شروق وارسال خارج الملعب. مش مطلوب مننا غير اننا نحط الارسال داخل الملعب بس، ده المطلوب مننا. دعاء محمد حسن، الكورة بتيجي سهلة وبترفعها نهلة وآية بتشوطها، وكورة بتشوطها للمرة التانية ضحى طارق بريست ايديها من مركز 2 في مركز 5 اهي. بتعدي حائط الصد، تحط الكورة دي هي بتوجدها وما بتبقاش قوية بس بتلعبها بريست ايديها كده. دعاء ونارة استقبلت، الكورة مرفوعة لآية، الكورة بتحطها آية جميلة، وكرة بتشوطها ياسمين الشحات من مركز 4 في مركز 4 خارج الملعب. حائط صد جيد جدا، نرمين المنشاوي وآية حمدي. تينارة وإرسالها، رندا بتستقبل، كورة بتتحط، وضحى بتحط كورة بتتاخد في حائط الصد وبتتشاط كورة ولا أجمل من نهلة سامح، بتطلعها روان، وكورة محطوطة بليس من رندا عبده من نص الملعب، والحكمة بتقول إن هي تخطت خط ال3 متر، خط تلت الملعب، خط الأزرق اللي قدامنا اللي بعد الشبكة ده. استقبال من روان، رفعة، وضحى بتحط كورة عايزة تحطها بريست ايديها، ولكن الأمور مش هتمشي كتير كده. حائط الصد ابتدى يركز ويفهم انت بتعملي ايه اهو. كورة جت في الشبكة، تينارة ارسال، استقبال من رندا، ورندا بتشوط كورة من 6 بتطلع من شروق وبترجع تاني، وكورة بتترفع وياسمين الشحات بترفع، وتنارة بتشوط كورة جميلة جدا من 6 صعبة، كورة جاية من ظهرها راحت لفت بيها حطيتها في 5 اهي، من ظهرها حطيتها في 5 جميلة جدا. روان ما عملتش فيها حاجة. تايم اوت لنادي الزمالك، 6 النادي الاهلي 2 نادي الزمالك. في تركيز واضح، اللاعبة ما اتحركتش برجلها واقفة، اتحركت بايديها برجلها بس، شاطت الكورة كده، ولكن لو كانت اتحركت كانت ممكن تقدر تطلعها. في تركيز، تينارة على الارسال البرازيلية، ارسال قوي، سابيله رندا، كرة بتترفع، وضحى بتحط كرة سهلة بتتجاب، ونهلة سامح بتشوط كرة ولا أقوى ولا أجمل في نص الملعب بريست إيديها، ما تقدرش دعاء عبد الغني تعمل لها حاجة أهي. تينارة ارسال قوي، رندا استقبال اي كلام، بتيجي الكرة سهلة، وكرة بترفعها شروق لنرمين المنشاوي سريعة كده، بتشوطها بدون حائط صد تقريبا. 8 النادي الاهلي 2 نادي الزمالك. هناك تغيير سوف يجريه كابتن احمد فتحي المدير الفني لنادي الزمالك، هيطلع اللاعبة ضحى وينزل مكانها ياسمين نوح تستكمل اللقاء. ياسمين لاعبة كابتن فريق نادي الزمالك مميزة، ولكن ضحى والله لعبت برضو الكورتين ال3 اللي هي حطتهم بريست ايديها، كانوا جمال جدا واضحين.
تنار على الارسال. اضغطي بقى، اضغطي بارسالك. ارسال قوي، استقبال من روان، رفع من دعاء، كرة بتتحط بتترفع سريعة لنورهان، حطيتها من مركز 3 في مركز 5 اهي، بس الكرة محطوطة سهلة ورا. 3-8 ياسمين الشحات، وارسال وتنارة بتستقبل كورة. 3 لاعبات بيتفرجوا عليها، معلش. أربعة 8. ياسمين كورة بتجيبها شروق، أي كلام أي كلام. ياسمين تنارة، الكرة بتتشاط، شوط كرة جميلة قوي نهلة سامح في حائط الصد وداخل الملعب. نرمين المنشاوي، ارسال خارج الملعب. تضييع الارسالات الكتير ده مش في مصلحة الفريق ابدا، لازم اضغط بالارسال. نورهان كرة سهلة وكرة اقوى من آية حمدي الشامي، بتشوطها من مركز 2 في مركز 1 بقوة بدون حائط صد، ما يقدرش يعمل لها حاجة، كله واقف بيتفرج على الكورة. آية حمدي على الارسال، ارسال قوي، روان بتستقبل، تترفع الكورة وكرة بتتشاط من رندا، ولكن حائط الصد قوي. شروق بتحط كرة بليس، وكرة تانية بتتشاط من رندا ولكن ما تطلعش غير بسنجل بلوك، وما تقدرش تعمل لها حاجة آية حمدي. ياسمين نوح، تنارة بتستقبل وكرة بتترفع لنور ياسين من نص الملعب، بتتشاط من مركز 3 في مركز 5، ما تقدرش تعمل لها اي حاجة. رانيا وجيه اهي قدامنا، الكرة واضحة. نهلة سامح، روان بتترفع، رندا بتشوط كورة، وتنارة ونور ياسين حائط صد، هي شيطاعة على التاتش ولكن الكرة جت في ايديهم ونزلت جوه الملعب. نهلة سامح، ارسال، ياسمين استقبلت، ياسمين نوح بتعدي كرة سهلة خارج الملعب، ولكن الحكم بيقول ان هي داخل الملعب اهي، هنشوفها اهي في الاعادة. لا هي خارج الملعب فعلا اهي، واضحة واضحة، بس زاوية الرؤية بتختلف. كورة استقبال مش موفق. 9-12، يعني احنا جبنا كان 8-2، بقينا 9-12، هما جابوا 7 بونت واحنا جبنا 3 بونت بس. كورة بتشوطها تنارة بقوة، لازم يبقى في ضغط، ما ينفعش ان احنا ما نضغطش، ما ينفعش ان احنا ما نضغطش. نور ياسين سبايك سيرف من اعلى بقوة، روان بتستقبل، دعاء بترفع، رانيا وجيه بتشوط كورة من 2 بتيجي في ايد حائط الصد وداخل الملعب.
سبايك سيرف روان، الكرة بتحطها نرمين المنشاوي من فوق حائط الصد في نص الملعب. تغيير دعاء عبد الغني بتطلع وبتنزل مكانها ميادة. نور ياسين سبايك سيرف، ياسمين بتستقبل، ميادة رفعت كورة لرندا، تنارة بتشوط كورة جميلة في ايد رانيا وجيه، بتاخد ايديها وبتطلع خارج الملعب. 16-9 وتاني تكنيكال تايم اوت في الشوط الثالث ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك في مباراة كأس مصر في الدور قبل النهائي. واضح ارسالات النادي الاهلي مركزة وعايزين يعملوا حاجة، ضاغطين على نادي الزمالك بالارسال، ضاغطين عليهم بحائط الصد متقفل كويس، مش مدين براح، فالمكسب بيبقى حليف. شايفين فريدة العسقلاني، شايفين بدلاء، شايفين رحمة، شايفين أكثر من بديلة، وكرة بتتشاط من ياسمين الشحات بتيجي في حائط الصد وداخل الملعب اهي قدامنا، بتلعب على تاتش حائط الصد. رانيا وجيه ارسال من اعلى، استقبال مريم مصطفى، رافعه كرة تنارة بتشوطها في حائط الصد وداخل الملعب. 11 نادي الزمالك، 16 النادي الاهلي. رانيا وجيه استقبال نهله، نرمين المنشاوي بتشوط كوره قويه، كوره سي كده ماشيه اهي، تاخدها من مركز 3 في مركز 1 ما تقدرش تعمل لها اي حاجه. رندا شروق فؤاد استقبال من روان، كوره بتترفع وكوره بتتشاط قويه من ياسمين الشحات، بتحطها من 4 في مركز 5 اهي. ميادة معدة الفريق على ارسال، تنارة بتستقبل، وتاني كرة بتشوطها نرمين المنشاوي، كرة جاية متشاطة بسهولة من ياسمين نوح، حطيتها ما بين مركز 5 ومركز 6 كده اهي، مسقطاها بريست ايديها. 17 النادي الاهلي، 13 نادي الزمالك. استقبال وتنارة بتشوط كورة قوية جدا من 2 في مركز 6، ما تقدرش تعمل لها حاجة. رندا تنارة بتستقبل، ترسال استقبال رفع، وياسمين الشحات بتشوط الكورة وبتيجي في حائط الصد وبترجع تاني. ياسمين نوح بتبلس، كورة نرمين المنشاوي بترفعها، نهلة سامح بتشوط، رندا بتستقبل وكورة قوية، ديفنس من هنا وديفنس من هنا، وآية حمدي بتشوط كورة قوية جدا من غير ديفنس، من غير حائط صد، ما يطلع لهاش حائط صد خالص. بيجري الكابتن حمدي الصافي التغيير، بتطلع آية حمدي الشامي وبينزل مكانها مريم متولي. تنار على الإرسال داخل الملعب، داخل الملعب، إرسال خادع عدى من رندا عبده ونزل داخل الملعب. تايم اوت بيجريه الكابتن احمد فتحي المدير الفني لنادي الزمالك. نتيجة اللقاء 20 النادي الاهلي، 13 نادي الزمالك. صراحة تركيز واضح جدا داخل صفوف النادي الاهلي
في الارسال. الشوط ده احسن بكتير من الشوط اللي قبله. برضو ما ننساش اللعيبه دي متحمله سواء تمارين او لياقه بدنيه علشان عندهم معسكرهم بطوله افريقيا في تونس. استقبال وكرة بتتشاط من ياسمين نوح، بتيجي في ايد حائط الصد وخارج الملعب. 14 نادي الزمالك 20 النادي الاهلي. ياسمين الشحات استقبال من مريم وكرة مرفوعة جميلة جدا لمريم متولي، بتحطها من مركز 2 في نص الملعب. برافو عليك يا مريم. 21 النادي الاهلي 14 نادي الزمالك. نرمين المنشاوي وارسال قوي. رندا بتستقبل الكرة اي كلام وكرة بتتحط سهلة، بترفعها شروق لتنارة وتحطها في ايد نورهان، بتيجي في ايد نورهان وبتتمركز الكرة عند ياسمين نوح، ما تقدرش تعمل لها حاجة. كرة قوية جدا. 22 النادي الاهلي 14 نادي الزمالك. نرمين المنشاوي استقبال فوق راس روان، كرة بتترفع ونهلة سامح بتشوط كرة جميلة وكرة اجمل من نور ياسين ولكن خارج الملعب، محتاجة تنزل بيها بريست ايديها شوية داخل الملعب. تغييرة بيجريها كابتن احمد فتحي مدير الفني نادي الزمالك. طلع نورهان عبد اللطيف ونزل مكانها مشيرة جلال. كابتن حمدي الصافي المدير الفني للنادي الاهلي تغييراته محدودة جدا في نطاق المعقول، ما بيحاولش يعمل تغييرات كتيرة ملهاش لازمة. عنده اوراق بيلعب بيها. استقبال من رندا، رفع كرة بتشوطها رندا في ايد نور ياسين، بتاخد الكرة وعلى بره. ياسمين نوح ارسال، استقبال نهلة سامح، كرة نور ياسين بتشوطها بقوة، ديفنس رام بتجيبها ورندا بتشوط كرة قوية رافعة وكرة بتشوطها نهلة. بليس بتحط شروق قدامها ما تقدرش تجيبه. 17 نادي الزمالك 23 النادي الاهلي. ياسمين نوح تنارة الكرة بتترفع ونهلة بتشوط كرة قوية جدا في الخط بسنجل بلوك، ما لحقتش رانيا تلحق الكرة. 24 النادي الاهلي 17 نادي الزمالك. تغييرة شروق فؤاد بتخرج وبتنزل مكانها دانا. تغييرة علشان حائط الصد، دانا لعيبة مميزة طويلة، حائط الصد بتاعها جيد جدا اهي. بتجيب الكورة وكرة تنارة ما تلحقهاش تعدي الناحية التانية. – 18 نادي الزمالك 24 النادي الاهلي. رندا واستقبال بيجي ما بين مريم مصطفى ونهلة وبتطلع الكرة خارج الملعب. 19 نادي الزمالك 24 النادي الاهلي. تركيز يا جماعة. رندا عبده على الارسال وبرضو الملعب مفتوح قوي. تنارة طالعة بره. 20 نادي الزمالك 24 النادي الاهلي.
ارسال اهو، وكرة بتشوطها قوية، تنارة بترجع بسهولة، وتاني بتشوط كرة ولا أقوى ولا أجمل تنارة المحترفة البرازيلية. بنقول ألف مبروك، فوز النادي الأهلي ب3 أشواط مقابل لا شيء على نادي الزمالك. ألف مبروك، وإن شاء الله بكرة بإذن الله يبقى اللقاء مع الفائز من وادي دجلة وأصحاب الجياد، اللقاء القادم إن شاء الله. مستمعينا، كان معكم معلقكم أسامة أبو زينة، أحييكم وإلى اللقاء. Water.